بسم الله الرحمن الرحيم. سنة تانية إعدادي بنكمل حل علوم من كتاب الامتحان 2023 الترم التاني. مازلنا في درس الطبيعة الموجية للضوء، وده الدرس التاني في الوحدة التانية. الفيديو اللي فات حلينا اختبر فهمك 1، والفيديو ده هنحل اختبر فهمك 2، والفيديو الجاي إن شاء الله هنحل أسئلة الكتاب المدرسي على الدرس. فهنحل اختبر فهمك 2. هنفتح كتاب الشرح صفحة 149. السؤال 1، اختر الإجابة الصحيحة. 1 من الشكل المقابل أيا مما يأتي يعتبر صحيحا. نشوف الاختيارات. الشكل 1 وسط شبه شفاف لأنه يسمح بنفاذ الضوء خلاله، خطأ. 1 ده وسط معتم، معتم لأننا مش شايفين اللي تحته، لأن الكتابة اللي تحته مش واضحة. الشكل 2 وسط معتم لأنه يسمح بنفاذ جزء من الضوء خلاله، خطأ. 2 وسط شبه شفاف، شبه شفاف بين الشفاف والمعتم، الرؤية بتكون مش منعدمة بس غير واضحة. الشكلين 1 و2 وسطين معتمين، طبعا خطأ. ليه؟ لأن 1 معتم، 2 و3 شفاف. عفوا، 1 معتم و2 شبه شفاف، فهو قال لي 1 و2 معتمين، إذن الإجابة دي خطأ. إذن 1 ده وسط معتم لأن الكتابة اللي تحته مش واضحة. 2 شبه شفاف. 1 الكتابة تحته واضحة، ده 3 الكتابة تحته واضحة، إذن ده شفاف. فهيتبقى الاختيار د هو اللي صح. الشكل 3 وسط شفاف لأنه يسمح بنفاذ الضوء خلاله، صح، بدليل إن الكلمات اللي تحته أو الحروف اللي تحته واضحة، إذن 3 وسط شفاف. 2 عند زيادة سمك الوسط الشفاف، جميع ما سبق. الوسط الشفاف وسط بيسمح بنفاذ الضوء خلاله، علشان كده الرؤية فيه بتكون واضحة، ولكن لما الوسط الشفاف سمكه بيزيد، زيادة سمكه بتعمل ايه؟ بتقلل من نفاذية الضوء خلاله، وبيتحول إلى وسط شبه شفاف، وبتقل وضوح الرؤية خلاله. فهنختار جميع ما سبق. 3 يسير الضوء في خطوط مستقيمة يمكن التحكم في سمكها. ده من خواص الضوء. من خواص الضوء إنه بيسير في خطوط مستقيمة ويمكن التحكم في سمكها. بنتحكم في سمك الضوء أو في سمك الحزمة الضوئية، ومعروف إن الضوء بيسير في خطوط مستقيمة، رقم ج. 4 إذا قلت المسافة بين مصدر ضوئي وسطح معتم للنصف، فإن شدة الاستضاءة، طبعا هنختار تزداد إلى 4 أمثالها، رقم ب. ليه؟ شدة الاستضاءة بتتناسب عكسيا مع مربع المسافة. طبعا المسافة بين مصدر الضوء والسطح اللي هيتكون عليه الضوء، شدة الاستضاءة بتتناسب عكسيا مع مربع المسافة. لو حولنا الكلام ده لعلاقة رياضية فهنقول ش بتساوي 1 على ف تربيع، 1 على، لأن ده تناسب عكسي، وشدة الاستضاءة بتتناسب مع ف تربيع، تناسب عكسي. فلو المسافة قلت شدة الاستضاءة هتزيد علشان في تناسب عكسي. طيب المسافة قلت للنصف، لو ما كانش فيه مربع كان شدة الاستضاءة هتزيد للضعف، ولكن في مربع المسافة
فعلشان كلمة المربع هتزداد إلى 4 أمثال قيمتها. دي هتقل، دي هتزيد. هتقل إلى النصف، المفروض دي تقل إلى النصف، ولكن علشان مربع المسافة فهتزداد إلى 4 أمثال قيمتها رقم ب. 5 في الشكل المقابل. عندما يبعد الكشاف عن الحائل. الكشاف ده مصدر الضوء أو المصدر الضوئي. الحائل ده السطح اللي هيتكون عليه الضوء. المسافة بين مصدر الضوء والسطح. طبعا هنا المسافة هتزيد، لأنه بيقول لي عندما يبعد الكشاف عن الحائل. لما نبعد الكشاف عن الحائل يعني المسافة بين مصدر الضوء والسطح هتزيد. لما المسافة بين مصدر الضوء والسطح هتزيد، البقعة الضوئية اللي هتتكون على السطح مساحتها هتزيد وشدة استضاءتها هتقل. العكس لو قربنا الكشاف من الحائل. لو اقترب الكشاف من الحائل يعني المسافة قلت. العكس، مساحة البقعة الضوئية هتقل وشدة الاستضاءة هتزيد. هنا المسافة هتزيد، هنبعد الكشاف عن الحائل، فهيحدث ايه؟ مساحة البقعة الضوئية تزيد. مساحة البقعة الضوئية تزيد وشدة الاستضاءة تقل. فلو بصينا على الاختيارات بالنسبة لرقم د، قال لي تزداد قوة إضاءة المصباح، خطأ لأن شدة الاستضاءة هتقل. رقم ج تزداد شدة الاستضاءة، برضو خطأ لأن شدة الاستضاءة هتقل. رقم ب تزداد كمية الضوء يعني شدة الاستضاءة هتزيد، خطأ، هي برضو شدة الاستضاءة هتقل. فهي الاختيار رقم أ هو اللي صح. تزداد مساحة البقعة الضوئية، هي دي اللي صح. آخر سؤال، سؤال رقم 2. استخرج الكلمة أو العبارة غير المناسبة ثم اكتب ما يربط بين باقي الكلمات أو العبارات. دي أوساط مادية. بتقسم الأوساط المادية تبعا لنفاذية الضوء خلالها إلى وسط شفاف، وسط شبه شفاف، وسط معتم. الوسط الشفاف ده اللي بيسمح بنفاذ الضوء خلاله زي الهواء الجوي. الوسط شبه الشفاف بيسمح بنفاذ جزء من الضوء وبيمتص الجزء التاني. أما الوسط المعتم لا يسمح بنفاذ الضوء خلاله زي مثلا الحديد. رقم 1 4 أوساط مادية: حديد، فلين، زجاج، جلد. طبعا الحديد معتم لا يسمح بنفاذ الضوء خلاله. الفلين وسط مادي معتم لا يسمح بنفاذ الضوء خلاله. الجلد وسط معتم لا يسمح بنفاذ الضوء خلاله. أما الزجاج، وهنا ده الزجاج الشفاف. الزجاج الشفاف وسط مادي شفاف يسمح بنفاذ الضوء خلاله. فهنستخرج الزجاج اللي بيربط بين الحديد والفلين والجلد أوساط معتمة لا تسمح بنفاذ الضوء خلالها. رقم 2 4 أوساط مادية: ماء نقي، هواء، قطعة من الكرتون، قطعة من البلاستيك الشفاف. هنستخرج قطعة الكرتون، ده وسط مادي معتم لا يسمح بنفاذ الضوء خلاله. أما الماء النقي والهواء الجوي والبلاستيك الشفاف أوساط شفافة تسمح بنفاذ الضوء خلالها. والدليل ان احنا بنشوف الشيء اللي موجود في الماء النقي، وبنشوف الشيء اللي موجود في الهواء، وبنشوف الاشياء من خلال البلاستيك الشفاف. الرؤية بتكون واضحة لانها اوساط شفافة تسمح بنفاذ الضوء خلالها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.